السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم العجينه ديال صابلي اللي غادي تنجح معكم مليون في المية. راه صابلي ماشي ديما كينجح، ولكن بهذه الطريقه هذه راه غادي تنجح معكم. عندي هنا كما كتشوفوا معايا انا غادي نضوب الكميه. غادي ندير اول حاجه واحد ربعه ديال الزبده فانيليا، واحد الكاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر سنيده. هنا كنحاول هاد العمليه هادي كتسرع عليا الزبده دغيا كتطلق معايا. هنايا درت واحد الرشه ديال الملحه. هنا كنطحنها دغيا بزربه بلا داك قوه، عاد كنبقى ندلك ما بعد شي مره ما كتبغيش تدلك، الجو كيكون بارد. كما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما طحنتها مزيان غادي نزيد عاوتاني الكميه الاخرى. مع انا كندوب الكميه ديال الصابلي. هنايا كندير نفس الطريقه نفس المقادير، يعني ربعه الزبده، كاس السكر، كاس الزيت، رشيشه د الملحه، وعندي واحد الفانيليا هي اللي كندير. هادشي اللي غادي ندير من بعد. يمكن لكم نتوما تقسموا العجينه وتنكوها كيف بغيتو. هاد الصابلي هذا كيصدق معكم مليون في المية كما قلت لكم، واخا ما عمر كي درتي صابلي راه غادي يصدق لك. كاينه اللي كدير صابلي مثلا وكتكون ملي كديرو في الفران كيبقى كيتكمش كيتجمع، ما كتبقاش الحبه هكا مطلوقه كما طبعاتها في الاول. كديرها في الفران كتبقى داك الحبات كيتكمشوا كيتجمعوا. هذاك الشيء كله غير كتبقى في العجينه، الطريقه ديال العجينه كيفاش عجنتي صابلي. هنا عندي جوج شاصيات ديال الخميره. علاش انا كنضوب الصابلي؟ حيت الصابلي كندير وحيده على وحيده. الا درت غير مثلا ربعه ديال الزبده راه ما كتبقاش الكميه كثيره، اغلبيه الا درتو وحده على وحده. اما الا درتو غير وحيده ودرتو فوق من الشكلاط ولا ماشي ضروري تضوبلو المقادير. هنايا انا الدقيق عندي مغربل، وكنحاول كما كتشوفوا معايا كنحاول ندخل بالاصابع، يعني ما كنعجنهاش، ما غاديش نعجنها. نتوما غادي تشوفوا الطريقه ديال العجينه الصابلي. حاولت هنايا نديرها فوق غير البوطاجي باش كتساعدني مزيان. كندخل فيها داك الدقيق حتى كتشرب لي داك الزبده، بحال كندير لها بحال الشكل ديال الكسكسو، بحال كنرمل العجينه. راه هنا ما كنعجنها ما كندلكها، كما كتشوفوا بحال الشكل ديال كنرملوها وصافي. غير وكتبقى بحال هذا الشكل هذا، كتبقى كلها محربله، كلها باقيه العجينه ما معجوناش. هانتوما غادي تشوفوا معايا كلها باقيه مرمله، كتبقى النص ديالها تقريبا كيبقى دقيق، بحال غير كنشربوا ولا كنلبسوا لها الزبده والزيت. هنا كنديرها انا في هذا الكيس بلاستيكي، وكنبقى كنضغط عليها غير بشويه هكا، كنضغط عليها صافي وكنخليها ترتاح. كنديروها في الثلاجه حتى تجمعي كوزينتك وتكوني جالسه مرتاحه، وعاد خدميها كيف بغيتي. صابلي صراحه صابلي راه كيف فوقاش ما بغيتي تخدميه. كما كتشوفي معايا العجينه راها ما معجوناش ما مدلوكاش كيما شتي معايا. كنجيب واحد الكيس اللي كنديرو من التحت وكيس من الفوق، وكنبقى نطلق فيها. في البدايه غادي تبان لك محال واش تدلك معك بالدلاك، ولكن لا، غير كتبداي تخدميها كتكون هي مرتاحه صافي كتدلك معك بحال هكا، كتطلق معك بكل سهوله. يعني صابلي راهي واخا معمر كي خدمتيه راه غتولي تخدميه وغادي يبقى يجيك ساهل. حتى من بعد كتبقاي تخدمي ديما صابلي كيولي يجيك ساهل، كتولي تفني فيه. يمكن لك تقسمي العجينه وديري لها النكهات اللي عجبك نتيا، كيف ما بغيتي نتي ديري لها النكهات. يمكن لك النص ديري فيه كاوكاو مطحون مزيان، يمكن لك ديري الكوك محمر، يمكن لك ديري نيدو الحليب نيدو تا هو محمر هكا، تحمريه شويه وديريه كيعطيها واحد النكهه بحال الكراميل. يمكن لك ديري اي نكهه تبغي
كيف ما بغيتي نتيا. انا هاد صابلي ما درت فيه حتى شي حاجه، وجا تبارك الله بنين بنين، فيه واحد البنه. على داكشي قلت نشاركو معكم تستافدوا. هنايا فاش كنبغي نقلب هاد العجينه هادي، كنت نحاول ندير لها الدقيق مزيان، حيت باقيه كتجيني رطبه بزاف، كتلصق حتى في الطابع. فاش غتجي طبعيها كتلصق. هنا كندير الدقيق وكنحاول نقلب داك هاد العجينه كما شفتوا معايا. كنحاول نزيد دابا كندلكها مزيان، علاش؟ حيت لقيتها باقيه غليظه. وحاولوا تقلبوها ورجعوا تاني ديروا لها الدقيق على الوجه الاخر، وعاد غادي تخدموها بكل سهوله، تهزوها طبعوها كيف ما بغيتو. كما كتشوفوا معايا هنايا كنطبعها دغيا كتهز معايا، يعني ما غاديش تلصق لي ولا غادي كتجي العجينه هي تبارك الله كتجي غزاله. هنايا كندير وحده فوحده، كنحاول نخلي غير ورقه على اختها، كتجي مورقه، كتجي تبارك الله كتجي مورقه وريقه رقاقين، ما يكونوش رقاق بزاف باش ما يتهرسوا لكم منين يطيبوا وما يكونوش غلاض. كما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما كنسالي كنستفها في الطاوه. هنايا كما كتشوفوا الوريقه ترقاق، ما رقاقش بزاف ما غلطش بزاف. كنحاول نسخن الفران كيكون عندي سخون، كندخلها كطيب كتحمر، ما كتحمرش بزاف، غير كطيب غير من الفوق. الاغلبيه كنديروا الطاوه من الفوق، كندخلوها غير واحد شويه من التحت وكنخرجوها. كنديروا لها هاد عندي كاوكاو هنا بالالوان، لونتو انا درت له اللون باش كيجيني واحد اللوين اللي هو خضير، عطاها واحد اللون اللي هو زوين. من بعد نوريكم الطريقه كيفاش ديروا تلونوا الكاوكاو ولا الكوك ولا اي حاجه بغيتوها. هنايا عندي العسل والكليكوز. هنا كما درت انا وحيده مسدوده وحيده محلوله كما كتشوفي معايا. انا هنايا وريتك هذا الفيديو هذا، وريتك غير العجينه ديال صابلي، طريقه العجينه صابلي والتزيين اللي بغيتي نتيا. حتى داك الطابع باش غادي تطبعي الصابلي اللي عجبك نتي، ماشي ضروري هذا الشكل. انا كيعجبني النوع في الطابع، عندي الطابع صراحه اللي عجبني انا كنشريه، كيعجبوني داك يكونوا عندي في الدار الاشكال ديال هكا ديال باش نخدم صابلي. وهاد التعليكه هذه راه شاركتها معكم شحال من مره. هنايا هذه بالنكهه ديال الفريز، واللوين حتى هو كما كتشوفوا اللوين احمر، دايره فيها غير العسل والكليكوز وهذاك اللون الاحمر. وعندي فلو ديال الفريز. هنا ملي هذا هو الفيديو كما كتشوفوا معايا الصوره، انا مشات لي صوره المربعه. هذا هو الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء.